السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد ان شاء الله، وصفة جديدة. صافي يعني كيف ما كنعرفوا كاملين كنعياو في الاخر ديال رمضان كيوليو غير التصفيات. جبت لك اختي هاد المسمنة، هذه هي اللي غتهنيك وغتريحك. الصلاة على النبي، مسمنة قادية الغرض، كتجي مورقة البنات. راه كل ما صداح الدراري غادي نوريكم التقرميشه ديالها، وكتجي معلكين يديك بواحد الحشوه خطيره، وبواحد اش غنقول لكم، بواحد لاستيوس كتخليها واعره واعره البنات، كتجيكم كيف ما كتبغيوها. كيف ما قلت لكم، مسمنه قاديه الغرض مع واحد البراد ديال اتاي، والله يجعل شي بركه. صافي عيينا عيينا بالتحمر والتوجاد والصلاه على النبي. اذا غنبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد المسمنه هذه، عجينه مسمن عادي. بالنسبه لي انا غادي ندير مسمن اللي هو كبير. درت هنايا 3 زلايف ديال الدقيق الفورس، ودرت معاهم زلافه ديال الفينو. صافي كندير هكا شويه ديال الملحه، وكندير واحد الخماره ديال الحلوى، وكندير تقريبا عليه المعلقه ديال الخل. صافي كنعجن عادي بميها بارده من الروبيني. كنعجنوا العجينه ديالنا. بالنسبه لعجينه المسمن ما كتبغيش تجي مطلوقه، باش يلا كتعاوننا في الخدمه من بعد. صافي كنجمع هكا العجينه ديالي، وكنحاول نخليوها شويه شاده راسها، بلا ما تدلكيها بلا ما حتى شي حاجه، غير تجمع حتى صافي تشوفي ديك العجينه ديالك تجمعات. صافي وكنغطيوها وكنخليوها ترتاح. العجينه المسمن قد ما ارتاحت قد ما كتعطيك الطول، بلا ما تحتاجي انك تبقاي تدلكي فيها ولا شي حاجه. غير جمعيها صافي حتى تشوفي العجينه ديالك تماسكات. ما كتكونش ديك العجينه اللي قاصحه بزاف، وما كتكونش العجينه اللي كتلصق في اليد. صافي كنجمعها بحال هكا، غادي نغطيها ونخليها حتى ترتاح، وندوز باش نوجد الحشوه ديالي. الا كان عندكم الوقت، عجنوها البنات حتى الصباح، راه قد ما هي تعجنات وبقات قد ما كتعطيك الطوع في الخدمه وما كتمحنكش. بالنسبه للحشوه، هنا خديت مقيله درت فيها كبصيله، كندير فيها شويه ديال الفلفله. انا عندي فلفله خضراء حمراء صفراء. صافي البصيله ديالي هنا، اللي بغى يزيد شويه ديال الشحمه الكلوه زيدوها. انا في رمضان كنفضل انني ما نديرهاش، اما واخا صراحه الشحمه راه كتعطي بنه غزاله. صافي درت مليحه وزبيته، وغنشعل عليها البوطه، وغادي نخلي هاد الخضيره حتى تذوب ليا. بالنسبه للسر اللي كيخلي العماره ديالك تجي محلكه البنات، هو هاد الخضره ما تخليوهاش طيب بزاف، يعني غير واحد شويه كتبان لينا ديك البصله والفلافل نزلوا، صافي كنحبس. بالنسبه للعطريه، عندي هنا شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه ديال الزعتر، شويه السكينجبه، شويه العطريه الحوت الا كانت ما كانتش، عوضوها بمعلقه الكمون ومعلقه ديال التحميره. صافي هادو هما المكونات اللي كندير كاملين. وكنزيد واحد شويه ديال القزبر معدنوس، شي شويه ديال الحار اختياري. صافي كنخلط كيف ما قلت لكم، اللي كيبغي الشحمه يديرها. صافي كنخلط هنا. بالنسبه للوقيته اللي كنضيف هاد العطريه، صافي راني طفيت البوطه. صافي كنطفي البوطه وكنخليهم، غير كنخلط العطريه وكنخليها. كيف ما قلت لكم، السر باش الحشوه تجيكم معلكه وتجيكم زوينه، ما طيبوش هاد العماره بزاف، غير واحد شويه كيبانوا لكم صافي نزلوا كطفيو البوطه. هنا زدت شويه ديال القزبر معدنوس، وزدت شويه من هاد الزويته هادي. بالنسبه لهاد الزيت كندير هكا في هاد شي العماره او الحوت او بيتزا. دايره فيها هنا ورقه ديال سيدنا موسى، دايره فيها فلفله حاره، قزبر حبوب، دايره البزار حبوب، وريقه سيدنا موسى كنظن قلتهم. صافي وكتبقى ديك الزبيته كتجي من نص ما غزاله، كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. صافي من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي، كنخليوها تبرد وكندوز للعجينه. كيف ما كتشوفوا كنلقاو ديك العجينه تبارك الله تلقى تعاطينا طوح. حنا راه ما دلكناها ما حتى شي حاجه، كيف ما كتشوفوا غير خليتها ارتاحت مزيان. شوفوا تبارك الله هاد البويقات. هنا ملي كنلقاو هاد النفيفيخات ولا، يعني هنا راه دليل على ان ديك العجينه راها مزيانه. صافي غندوز غنشكل العجينه ديالي كامله كويرات. هنا بالنسبه نتوما الاختيار ديالكم، انا غادي ندير 2 مسمنات كبارين. تقريبا انا هنا خرجوا لي واحد 16 كويرات، كل مسمنه درت فيها 8. كنديرهم زويته وكنعاود نغطيهم ونخليهم تاني يرتاحوا واحد شويه. بالنسبه لهاد الخلطه اللي غتزيد تعطينا التوريقه، هي هاد الخلطه البنات. كندير معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال النشا وزويته، كتجي خطيره. كتخلي ديك المسمنه ديالك تجي كلها مقرمشه. راه قلت لكم كل ما صداح الوليدات البنات نسمعكم وتسمعوا ديك التقرميشه كيفاش كتجي فيها، كتجي غزاله غزاله البنات. صافي هنا غنخلط، وهذه هي باش غادي نورق داك المسمن ديالي. يعني كندير هكايا الزليفه فيها غير زويته عاديه، وهاد الزلافه هذه هي باش كنورق وكنبقى خدامه بها. صافي كندوز كناخذ دوك الكويرات ديالي وكنبدا نطلق وكنعمرو عادي، يعني كيف ما كنخدمو المسمن ديالنا. هنا كنطلق غير زويته عاديه، وضروري ديك العجينه تكون رقيقه مزيان. ونركزوا على الجناب، ما نخليوش الجناب يبقاو لينا غلاض، باش كتجينا زوينه وكتجينا مرقه كيف ما كنبغيوها. صافي كنطلقها هكا مزيان بالزيت، كناخذ شويه من ديك الحشوه وكنطلقها عليها كامله.
من بعد كناخد شويه من ديك الزويته اللي دايره فيها النشا ودايره فيها ديك التحميره، وكنديرها وكتبقى هي اللي كنورق بها هكا هنايا من الجناب، وكنجمع المسمنه ديالي وكنبقى مستمره على هاد العمليه دي حتى كنكمل. يعني كنبقى ندير وحده في قلب وحده، راكم عارفين الطريقه البنات، حتى نكملهم. ما بغيتش ندير باش ما نطولش معكم الفيديو بزاف، صافي كندير هكذا وحده وغنعاود نطلق وحده اخرى وانا غادا حتى كنكمل دوك الكويرات ديالي كاملين. كيف ما قلت لكم كل مسمنه درت فيها 8 ديال الكويرات، يعني هزت ليا 8 ديال الكويرات. بالنسبه لي منين كيبقاو ليا واحد جوج كويرات في الاخر غنوريكم شنو كندير ليهم. الكويرات الاخرين صافي ما كنبقاش ندير فيهم الحشوه، كندير غير هكا شويه من ديك الزويته صافي وكنجمع المسمنه ديالي عاديه. هنا هذه الكويره الثانيه غنوريكم الطريقه ديال، يعني الجهه اللي فيها الثنيه كتكون من التحت صافي وكنقلب عليها المسمنه بالطريقه العاديه. غير انا ملي كنبغي نقلب كنحاول بحال كنجبد شويه ديك العجينه بيديا، راه ما كتقطع معكم ما والو، وشويه من ديك الزويته اللي دايرين فيها التحميره وديك النشا ديالنا صافي غنبقى مستمره هكا حتى نكمل هاد الكويرات ديالي كاملين. ملي كنوصل للكويره السادسه اللي هي هادي ما كنديرش الحشوه، كندير غير ديك الزويته هكذا وكنجمع عليها العجينه. علاش؟ باش ديك العماره ديالنا ولا ديك الحشوه اللي درنا ما كتخرجش صافي، وكنجمعها بحال هكا. يعني انا كنجمع وانا كنجبد بيديا هذيك العجينه، وراه كتكون عاطيه الطعم البنات وكتجي زوينه. غير السر ديالها في انها ترتاح مزيان، يعني قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتعطيك الطعم. وهنا منين كتكملوا ديك العجينه كامله ديالكم راه ضروري ترتاح عاد تكرسوها وتدخلوها الفران. هنا تقريبا انا درتها مع العصر وما قرصتها تقريبا حتى قرب المغرب يأذن عاد باش صيفطتها الفران. صافي هذه الكويره الاخرى صافي اللي غادي نجمع بها حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه وكنرشها بديك الزويته اللي دايره فيها النشا ديالنا والتحميره صافي وكنجمع. يعني دوك جوج كويرات الاخرين كنحاول ما نديرش فيهم الحشوه نهائيا، باش ملي كتجمعي ديك المسيمنه ديالك ما كتبداش تخرج لك الحشوه منها، هذا ما كان. صافي كنرشوا بديك الزويته ديالنا وغنبقى هكا مستمره حتى نكمل. ونفس الطريقه غادي ندير الكويرات الاخرين حتى غنكمل المسيمنات ديالي بجوجهم. وديما الجهه اللي كنطوي فيها كتكون من التحت باش ما تجيناش العجينه كلها في بلاصه واحده. صافي وكنجمع. شتو معايا العجينه كيفاش عاطيه الطوع، راه كتجي غزاله البنات. غير كيف ما قلت لكم ضروري ترتاح، راه قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتعذبكش في الخدمه ملي كتكوني كتخدمي بها. وصافي وهذه هي المسيمنه ديالي، شوفوا تبارك الله ما نقولش لكم. هنا ها هما المسيمنات بجوج صافي جمعتهم خليتهم ارتاحوا حتى قرب المغرب وعاد ديك الساعه طلقتهم. يعني هنا صافي كنطلق هكا العجينه ديالي وكنكمل التكريصه في اللاطه. انا غنطيبهم في فرن الزنقه درتهم في اللاطه الكبيره صافي طلقتهم مزيان وصيفطتهم للفران يطيبوا جاو غزالين البنات. شوفوا معايا العجينه او المسمنه ملي انا كنطلقها يعني ما كتبقاش ترجع، وهذا كيبين بان العجينه راها مرتاحه واخده راحتها. الا كانت ما مرتاحاش مزيان كتبداي انت تقرصيها وهي كترجع لك. وهنا هي المسمنه ديالي من بعد ما جات في الفران قبلوا هنايا على التصوير لان صافي هنا راه أذن المغرب وصافي ظلام الحال، يعني التصوير شويه ناقص. جات البنات مقرمشه ما نقولش لكم، جات غزاله. غير جربوها وردوا عليا الخبر. كتجي ديك الحشوه اللي هي زوينه وديك الخليط ديال التحميره مع النشا كيعطيها لينا واحد التوريقه اللي هي زوينه بزاف، وكتجي كيف ما قلت لكم معلكه من الداخل. نتمنى انها تعجبكم وسهله بسيطه، يعني راه ما كاينش شي دار مغربي اللي ما كديرش هاد المسمنه هادي محبوبه الجماهير، يعني كلنا كنحماقوا عليها. واحد البريريت ديالها حتى هي سخون يا سلام. كيف ما قلت لكم انا خليتها حتى قرب المغرب باش بقات ليا كتبقى سخونه. هي كتبغي تكال سخونه غير تجي تلقى ديك البريريت ديالها حتى وبالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. شكرا لكم بزاف والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.